يا أهلا وسهلا، حياكم الله بهذه الأيام الكريمة. الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضيلة يفتح أبواب رحمته ويطلب مننا أن ندعوه، ونحن نقصر ألا ندعي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة. في أوائل رمضان، في أوائل أيام رمضان، البعض قد يجهل بأهمية الدعاء. متى ما دعينا الله سبحانه وتعالى في أوائل رمضان رحمنا الله، ومتى ما رحمنا الله سبحانه وتعالى غفر لنا الله، ومتى ما غفر لنا الله سبحانه وتعالى استجاب لنا الله، ومتى ما استجاب لنا الله سبحانه وتعالى اعتق رقابنا من النار. فهذا هو رمضان. رمضان البعض قد يعيش حالة ميؤوسة منها، البعض قد يعيش حالة خطيرة، وهي أن يجهل بأهمية رحمة الله سبحانه وتعالى، ينشغل في بداية رمضان بالمسلسلات، مصروف رمضان وما إلى ذلك وإلى آخره، ويجهل موضوع الدعاء بالرحمة. الله سبحانه وتعالى في بداية رمضان يرحم، فنحن عندما ندعي من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في بداية رمضان يرحمنا ويفتح لنا أبواب رحمته. فهذا هو رمضان، أوله رحمة، وسطه مغفرة، وآخره استجابة وعتقا من النار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم. كذلك من أهم الدعاء الذي ذكر في القرآن الكريم وهو دعاء الأنبياء، دعاء مهم جدا سادة الكرام. في الأخير نختم بهذا الدعاء وهو دعاء الأنبياء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.